لو لسه مش عارفة ازاي ممكن تغذي عيلة كاملة بنص فرخة بس، فتعالي اقولك في الفيديو ده ازاي هتعملي كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملي لايك للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. جبت بقى هنا النص فرخة اللي كانت عندي في الفريزر، طلعتها وغسلتها كويس وقطعتها كل قطعة اتنين، ممكن تقطعوها اكتر من كده. بعد كده بقى جبت حلة حطيتها على النار، حطيت فيها معلقة صغيرة من السمنة البلدي وكمان معلقتين تلاتة كده من الزيت، سبتهم لحد ما يسخنوا. اول ما يسخنوا هنزل فيهم بقطع الفراخ بتاعتي. انا عايزة الفراخ هنا زي ما تكون متحمرة واخدة لون ذهبي حلو زي اللي هتشوفوه في الفيديو ده دلوقتي. هبدأ بقى وهي بتتشوح كده احط عليها حبهان، قرنفل، قرفة، ورقتين تلاتة كده من ورق اللورا، وكمان فصين تلاتة من المستكة، رشة فلفل اسود، وكمان اهم حاجة معلقتين كبار من بهارات الكبسة من باب الشام، او ممكن تجيبوها سايبة من عند العطار، اي نوع تحبوه او تكونوا بتستخدموه. بعد كده بقى حطيت بصلاية مبشورة وطماطماية مبشورة وكمان جزراية يكونوا مبشورين بشر خشن بالمبشرة مش في الكبة. قلبتهم كده وشوحتهم كويس مع الفراخ. وبعدين ضفت الملح طبعا على حسب كمية الفراخ اللي انتي عاملاها، قلبتهم مع بعض تقليبتين كمان كده حلوين. بعد ما قلبتها تقليبتين كده واتشوحت كويس، ضفت عليها المية وكمان ظبطت كمية الملح وسبتها لحد ما تستوي 3/4 سوا، مش عايزاها تبقى مستوية سوا كامل. بعد كده بقى ضفت عليها كيلو من الرز البسمتي، وبعدين زودت المية لان الرز البسمتي بياخد مية اكتر. بعد كده بقى ظبطت الملح وسبت الرز لحد ما يستوي تسوية الرز العادي. وبعدين قدمتها مع سلطة الدقوس، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت الدقوس معاكم قبل كده في الفيديو بتاع صينية المشويات. عايزاكم تجربوا الوصفة دي لانها بجد حلوة قوي وكمان اقتصادية، لان احنا استخدمنا كمية فراخ قليلة. جربوها وقولي رأيكم.